يمكن الاساطير اليونانيه من اكثر القصص المشهوره في كوكب الارض، وتم اقتباسها في اكثر من عمل ترفيهي اذا كان فيلم ولا مسلسل او حتى لعبه، زي مثلا لعبه جاد اوف وور، او في الافلام زي الفيلم المشهور هيراقل اللي احنا كلنا شفناه واحنا صغيرين، وغيرها من الاعمال الفنيه لو قعدنا نتكلم من النهارده لبكره مش هنخلص. لكن عمر حد فيكم سال ايه هي اصل القصص دي؟ ده موضوع فيديو النهارده انا هنتكلم عن ايه العالم ده وايه الشخصيات دي وجت منين. وطبعا الاساطير اليونانيه فيها قصص كتير ممكن تاخد اكتر من فيديو، لكن النهارده هناخد بس الحاجات المهمه في العالم ده. طبعا في الاول محتاجين بس نقول ان القصص دي كلها عباره عن هري ولا اي حاجه منها حقيقيه، ولكن احنا عاملين الفيديو ده بغرض الترفيه وبغرض ان لو حد مثلا بيدرس التاريخ اليوناني او حاجه. ويلا نستمتع بالفيديو. قصص الشخصيات في عالم اليونان القديم كتيره ومتشعبه وطويله، لكن عمرك سالت نفسك هي وصلت لنا ازاي اصلا؟ هقول لك انا يا سيدي، في جزء كان مكتوب على بعض الاواني الفخاريه زي ما شفنا في فيلم هيراقل، ولو تفتكروا كان بعض القصص مكتوبه ومحفوظه وبعضها الاخر اتنقل من جيل للتاني شفهيا، فبالتالي اكيد حصل فيه تحريفات كتير. تعالوا سوا نكتشف قصه من القصص اللي وصلت لنا دي، وهي قصه ازاي ابتدى العالم بالنسبه لليونانيين القدماء. الموضوع كله يا سيدي ابتدى في الفراغ. والله زي ما بقول لك كده، العالم كله كان عباره عن سواد وما فيهوش اي حاجه. بالنسبه ليهم الفراغ ده كان اسمه كايوس او الفوضى بمعنى اصح. ولكن فجاه من العدم حصل حاجه محدش يعرف، وظهرت مخلوقات هم بيسموها الالهه، لكن ده هري طبعا احنا عارفين ده كويس، الحمد لله نعمة الاسلام. فالمهم يا سيدي ظهر شويه اخوات كده مش مهمين بالنسبه لينا، خلينا نركنهم دلوقتي على جنب، الا واحده بس وهي جايا. المفروض بقى جايا دي هي بدايه الارض، او بمعنى اصح زي ما بيسموها الام بالنسبه لها. وبعد ما تكونت الارض فجاه من العدم، جايا خلفت. والله زي ما بقول لك كده، وخلفت واحد اسمه اورانوس. اورانوس ده بقى المفروض هو تجسيد السماء بالنسبه لليونانيين. المهم بقى ان ظهر لينا من نسل اورانوس وجايا مخلوقات جديده، هم اتجوزوا. وما تسالش كتير بقى عشان دي مش اغرب حاجه تسمعها مني النهارده. المهم ان طلع منهم مخلوقات جديده ولكن كانوا مسوخ. ظهر من المسوخ دي نوعين، هم السايكلوب، ودول المفروض عمالقه وعندهم بس عين واحده ولكن مهرة جدا في صناعة الأسلحة. وفي نوع تاني وهم الجبارين، أو كانوا مشهورين بالتايتنز، ودول بقى كانوا عبارة عن عمالقة بأحجام ضخمة جدا. ونوع تالت أو بمعنى أصح هو مخلوق تالت لوحده، وهو هيكاتو ناكاريز، وده المفروض عملاق قوي جدا ولكن شكله كان غريب، وعنده مش عارف يعني يعتبر 3 رؤوس 50 رجل، حاجات غريبة كده. المهم حاطط لكم صورته يعني. المهم الحاج اورانوس ما كانش عاجبه الكلام ده ولا النسل ده، فراح حبسهم في مكان كده اسمه الهاوية أو تارتاروس، وهو مكان كده زي السجن بالنسبة للأشرار والمخلوقات وللعمالقة فيما بعد. وبرضه زي كل حاجة اتخلقت من العدم، الهاوية كذلك اتخلقت من العدم زي جايا. المهم اورانوس حبس كل دول بس ساب التايتنز، وطلع منهم واحد اسمه كرونوس، وده المفروض اكبرهم واحسنهم. فالمهم بقى كرونوس ما كانش عاجبه اللي عمله ابوه، وجايا برضه ما كانش عاجبها، فاتفقوا على اورانوس. وجايا عملت سلاح شبه المنجل لكرونوس، وراحوا خصوا اورانوس كنوع من انواع العقاب، وحرروا كل المخلوقات اللي كانت موجوده في الهاويه. وبقى كرونوس هو قائد التايتنز، ولكن مع الوقت كرونوس حس ان هو زهقان فراح حبسهم تاني. المهم بقى كرونوس راح اتجوز رايا وخلفوا 6، وهم هيستيا وديمنتر وهيرا وهيديس وبوسيدون وزيوس. وطبعا ال6 دول في ناس منهم مهمين جدا زي زيوس وبوسيدون او بوسايدن ايا يكن اسمه. فبعد كده كرونوس برضه ما كانش مرتاح وعنده شويه خوف ان ولاده يعملوا فيه زي ما هو عمل في ابوه، فابتدى ياكل في كل عياله، وفعلا كلهم كلهم ما عدا زيوس، لان ام زيوس كانت بدلته بشويه حجره وخفته في كهف كده باين، وادت الحجره لكرونوس كله ما خدش باله ما تركزش. المهم بقى تمر الايام وزيوس يكبر ويتعرف على واحده من التايتنز المفروض انها اعقل واحكم واحده فيهم، وبتعمل له زي مشروب سحر كده، وبتقول له لو كرونوس شربه هتقدر ترجع ولاده تاني. وما تسالش كتير بقى، احنا اتفقنا خلاص ما تسالش. المهم بطريقه ما كرونوس بيشرب المشروب وبيرجع العيال تاني، الله اعلم ازاي، بس يعني احنا قلنا ما تسالش يلا ماشي كمل. وبيقرر زيوس ان ده الوقت الحرب المناسب وان هو يقدر يتخلص من كرونوس. وبيروح زيوس عند الهوية وبيطلع كل المخلوقات اللي هناك عشان يبدأ الحرب على ابوه، وبرضه كرونوس بيستعد للحرب وبيجمع كل التايتن. والمخلوقات اللي كانت في الهوية دي هي من اقوى المخلوقات بعيدا عن شكلهم يعني، بس بما انهم بقى من اول الخلق وكده الاقوى. المهم زيوس بيستعد مع المخلوقات دي على جبل اولمبيا، والمخلوقات دي بتعمل لزيوس زي صاعقة بيقدر يتحكم بيها في البرق، ولاخوه بوسايدن بيعملوه زي سلاح كده رمح فيه 3 شوك يقدر يتحكم بيهم في البحر. واخيرا هيديس كانوا بيعملوا له خوذه كده بتخليه يختفي. وابتدت الحرب بين كرونوس وجيشه وزيوس وجيشه، وقعدت تقريبا 12 سنه. فالمهم بقى خلصت الحرب وزيوس كسب
والقى كل اعدائه في الهاويه الا واحد منهم كان اسمه اطلس. زيوس خلاه يشيل العالم كله على كتافه كنوع من انواع العقاب، والمخلوقات اللي كانت عايشه في الهاويه او اللي اتحبست بمعنى اصح في الهاويه رجعت ليها تاني، بس مش كنوع من انواع العقاب، بل ان هم نزلوا عشان ما يخرجوش التايتنز، او عشان بمعنى اصح التايتنز ما يهربوش. بيبتدي زيوس هو يكون بقى متربع على العرش، بيخلي الناس اللي كانت معاه هم اللي بيساعدوه او هم المساعدين ليه بمعنى اصح. يعني مثلا هيديس بقى هو اللي مسك الهاويه عشان يمنع المخلوقات ويتحكم فيهم، وبوسايدن بقى ملك البحر او المحيطات، اي حاجه فيها ميه. كل واحد ليه مهمه بمعنى اصح، وزيوس هو اللي قاعد فوق عمال بيشرف عليهم. وبس كده، دي تقريبا كل حاجه عن قصه بدايه العالم بالنسبه لليونانيين. وبعد كل ده لو اتعلمنا فعلا حاجه فهو الحمد لله على نعمه الاسلام. يعني لك ان تتخيل ان كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه والشخصيات والكائنات دي كلها هم بالنسبه لليونانيين القدامى الهه، زي ما بقول لك كده، ومش مجرد قصص خياليه وبس. هو كان فعلا في ناس مؤمنه بالكلام ده، وكان بيتعمل لهم شعر وتماثيل وحاجات زي كده عشان يتقرب ليهم زي كفار عادي، يعني هم كفار برضه. فالحمد لله على نعمه الاسلام ونعمه العقل، عشان تعرف يا صديقي انك محظوظ بانك معاك نعمه مهمه زي دي. ومين عارف انك ممكن لو كنت مكانهم او في زمانهم كان زمانك بتؤمن مثلا بالحاجات دي. وبس كده، يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.